السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع. كما راكم تشوفوا استمرار هبوب الرياح الشديدة اللي شاهدناها من يوم ولا مساء يوم الثلاثاء الأربعاء والخميس والجمعة وحتى اليوم السبت. راكم تشوفوا هذه الصور اللي راكم تشوفوا فيها الآن توجد حاليا، يعني هبوب رياح ورمال في بعض الولايات. يعني مازال هذه الرياح الخطيرة مازالها مستمرة إلى حد الآن. درك نشوفوا بزاف يعني صور الرياح، كاين بزاف ولايات راهي تشاهد رياح قوية، خاصة ليلة أمس كان فيها رياح شديدة. راكم تشوفوا مختلف ولايات الجنوب، الجلفة، الأغواط، يعني بزاف ولايات مازال فيها مازال فيها الرياح الشديدة. الناس راهي تتساءل راح يدو عطلة ولا ما راحش يدو عطلة، ولا راح يدخلوا دراري يقروا نورمال زعما كيما موالف يدخلوا عادي في هذه الرياح. راهم يتساءلوا هل يوجد رياح غدا الأحد وهل يوجد تأجيل دراسة. في هذا الفيديو دوك نشوفوا هل هناك فعلا تأجيل للدراسة أم لا. كاين واحد الطفل في ولاية واد سوف من كثرة هذه الرياح طاح عليه حيط، مسكين اتوفى، ربي يرحمه. رغم كل هذه التحذيرات ورغم كل تلك التنبيهات وإعلان حالة طوارئ في الجزائر وحبسوا الدراسة لمدة يومين وحذروا الأولياء باش يشدوا ولادهم، تشوفوا السيارات في الطريق يكون فايت طيح فوقه طيح فوقه لوطو طيح فوقه شجرة عادي. راكم تشوفوا بزاف يعني بزاف ناس تأذاو. هذاك اللي كان يقرا العائله تاعه كان رايح يسافر طاح عليه البالكون، كانت اللوطو تحت الدار طاح عليه البالكون توفى مسكين. هذا طفل تلميذ صغير ربي يرحمه ويصبر الاهل تاعه. قلنا امكانيه تمديد تعليق الدراسه بسبب الرياح في انتظار التاكيد الرسمي، لانه قلنا بلي راه كاين احتمال انه راح يكون كاين تمديد تعليق الدراسه. صفحات منشطه على مواقع التواصل الاجتماعي راهي تروج لهذه المعلومه. إذا إمكانية تمديد تعليق الدراسة بسبب الرياح في انتظار التأكيد الرسمي. تشهد عدة ولايات خلال الساعات الأخيرة تقلبات جوية حادة تمثلت في رياح قوية وصلت سرعتها إلى مستويات مقلقة، ما دفعت الجهات المختصة في اتخاذ إجراءات احترازية لحماية التلاميذ والطلبة. وبحسب مصادر مطلعة فإن إمكانية تمديد تعليق الدراسة تبقى واردة في بعض المناطق المتأثرة، خاصة في حال استمرار سوء الأحوال الجوية، وذلك في انتظار صدور بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذا القرار خلال الساعات القادمة، يعني في هذا النهار خلال الساعات القادمة. وقد دعت مصالح الحماية المدنية والأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب التنقل الغير ضروري، خاصة في الفترات التي تشهد ذروة سرعة الرياح، مع متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والسلطات المحلية. ويبقى القرار النهائي مرتبطا بتطور الوضع الجوي، حيث تؤكد الجهات المعنية أن سلامة التلاميذ والإطار التربوي تبقى أولوية قصوى، وأن أي مستجدات سيتم الإعلان عنها فورا عبر القنوات الرسمية والصفحات الرسمية للجزائر. كانت هذه هي أخبار اليوم. في الأخير نقول لكم جيم واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد.